استمرت الحكومة الإسبانية منذ إعلانها الرسمي بدعم المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية الحكم الذاتي، بتأييد الموقف المغربي رغم كل المحاولات من داخل وخارج إسبانيا لمراجعة هذا الموقف. وفي هذا الإطار رفض خوسيه مانويل الباريس وزير أوروبا والشؤون الخارجية والتعاون الإسباني الإجابة على أسئلة وجهتها له الصحافة الإسبانية بخصوص علاقة بلاده مع الجزائر بعد قرارها قطع العلاقة مع المملكة الإيبيرية إثر دعمها لمغربية الصحراء. وقالت صحيفة إسبانية: ينتهي العام بأزمة لم تحل، وهي الأزمة التي أطلقتها الحكومة الإسبانية عندما اختارت في مارس دعم المقترح المغربي حول الصحراء، حيث لم يتغير الرد بعدما فعلته الجزائر الداعم التاريخي لجبهة البوليساريو، حيث كرر وزير الخارجية نفس النوايا الحسنة منذ ذلك الحين. وأضافت أنه وزارة الشؤون الخارجية التزمت الصمت ردا على ذلك، مشيرة إلى أن مصادر الوزارة التي يرأسها الاشتراكي خوسيه مانويل الباريس قالت إن الأسئلة التي يطرحها أجاب عليها علنا وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مختلف المنتديات التي أثيرت فيها. وكانت الجزائر قد قررت في مارس الماضي استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور بعد إعلان الحكومة الإسبانية عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب لحل نزاع الصحراء. في حين قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها آنذاك إن الجزائر تستغرب ما أسمته الانقلاب المفاجئ لإسبانيا بخصوص موقفها من هذا النزاع الإقليمي.